شيخنا، إذا كان الإمام السلفي يقيم درس الجمعة ويعتمد على العصا في الخطبة ويلتزم التسليم الواحد يعني في الصلاة، ولا يقنت للفجر، وفي الوقت نفسه يعلم كتب التوحيد والعقيدة ويشرح متون العقيدة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ويعلم أيضا أصول السنة لأئمة السنة والفقه لأهل السنة أيضا، وكذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يقال في حقه أنه يطبق بروتوكولات مديرية بحذافيرها؟ وهل يقال في حقه أيضا أن سلفيته شكلية؟ وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أما جوابا عن سؤالك، فهذه نزعة حزبية يتهمون السلفيين بموالاة والاستجابة والخضوع لتقارير الشؤون الدينية، ويتغاضوا عن جهودهم العلمية وعن جهودهم. يعني ما دام سبقت بطرح السؤال، أنت كنت سببا في هذا الكلام، فكان من أجيب. يعني قلت هذه نزعة هؤلاء المخالفين في اتهام الأئمة السلفيين بموالاة الجهة المعنية تطبيق قراراتها والوقوف عندها إلى آخره، ويتغاضون على جهودهم الدعوية وجهودهم العلمية. أما تسليم الواحدة فهي سنة، ولا معنى أن تقيد به الإنسان، فكل سنة. المهم أنها ليست ببدعة، ولعل هذا الإمام جمع بين الأمرين. ففي الفريضة يطبق كلمات الجهة المعنية لأنه ينتسب إليها وقد أصاب السنة لم يخالف السنة، وفي النافلة يسلم تسليمتين، الأمر فيها ساعة. أما القنوت أنت تقول لا يقنط، حتى لو فرض أنه فرض عليه القنوت، في وسع أن يسكت هنيا، يبقى درس الجمعة أو العصا فيها خلاف، ودرس الجمعة نعتقد أنه من البدع، لكن ما دام فرض عليه فتسع فتوضح العلم، ويستحب الخروج من الخلاف. إذا رأى نفسه أن ما يقوم به في المسجد من الدعوة إلى الله والتعليم وهذه المصلحة أرجح بكثير من تلك المفسدة، وقاعدة الشريعة إذا تزاحمت المصالح والمفاسد روعي أرجحهما وأقواهما. فإذا ترجحت المصلحة المفسدة فتقدم المصلحة على المفسدة، وإذا ترجحت المفسدة على المصلحة فتقدم المفسدة على المصلحة. أكثر الناس بما فيه بعض من ينتسب إلى العلم يأخذون بقاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح، فهذه قاعدة صحيحة مسلمة لا شك في ذلك، ولها نصوص كثيرة على اعتبارها واعتدال بها، لكن عكسها أيضا صحيح، وهي أن قد تقدم المصلحة مع وجود المفسدة، إذا كانت المفسدة دون تلك المصلحة. ولا أمثلة كثيرة جدا، منها أن الجهاد مظنة إزهاق النفس، أليس كذلك؟ الجهاد مظنة إزهاق النفس، قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقد جبل الإنسان على كراهيته، لأنه جبل على ماذا؟ على الأمل وطول الأمل. لكن مصلحة إعزاز الدين والذود عنه أعظم من مفسدة إزهاق النفس، فشرع الجهاد. وأيضا إقامة الحدود، قطع يد السارق، هذه مفسدة تتلف عضو من أعضائه، أو قتل القاتل أيضا مفسدة إزهاق روحه، أو باقي العقوبات سواء كانت المثابات فيها النص أو كانت التأزيرية، هي كل المفاسد. لكن مصلحة حفظ الأمن وحفظ المهج وحفظ الأعراض، بل حفظ الدين، بل حفظ المقاصد الخمسة، حفظ الدين والعرض والنفس والمال والعقل، أرجح من تلك التي تراها مفسدة، فتقدم تلك المصالح. ولهذا كانت إقامة الحدود من محاسن الشريعة، وجاهل من يعني أنكر هذه الإقامة اعتبرها مخالفة للحرية وإلى آخره. كما قال المعري، كتب قصيدة وأبيات في ذم قطع السارق، يد السارق، وعير
وأنكر الحكمة من مشروعيته، ورد عليه كثير من العلماء. من بين من رد عليه قال كانت عزيزة، يعني اليد كانت عزيزة، لما استهانت، لما خانت هانت، لما خانت بالسرقة صارت مهينة. الحاصل أن إقامة الحدود من المصالح العامة، من محاسن الشريعة وحكامها وأحكامها، فهي خير كله ونعمة كلها ومنفعة كلها ومصلحة كلها. فالمفاسد المترتبة عليها تذوب وتغمر في بحر مصالحها. فإذا هناك مواطن تقدم المصلحة للمفسدة إذا كانت أرجح. وهنا مربط الفرس، وهو قد يكون من السهل أن يتكلم أحد أو أي شخص أو ينتسب إلى العلم أن يقدم يعني درء المفاسد يقدم عن جلب المصالح، لكن عند التزاحم قد يصعب الترجيح. وهو ما أشار إليه شخص ابن تيمية، قال إذا تعارضت مصلحة والمفسدة ممكن يسهل الترجيح المفسدة على المصلحة، لكن عند تقديم المصلحة أو عند تعارض المصالح فيما بينها أو المفاسد فيما بينها يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى التعمق. الحاصل أن هذا الإمام لعله طبق هذه القاعدة أو لعله تبع فتوى أحد العلماء. فالشيخ ابن محسن العباد لما سئل فقال ما دام فرض عليكم على الدرس تاع الجمعة، ما دام فرض عليكم قال هذه ضرورة. فهمت؟